لو انت طالب في سنة أولى في كلية طبية ولسه بتواجه مشاكل في المذاكرة فالفيديو ده ليك. أنا شخصيا أول ما دخلت كنت بواجه المشكلة دي. أنا لما كنت باجي أذاكر فأنا كنت أول حاجة بقعد مثلا أول مرة أذاكر المحاضرة كلها ترجمة، أخدها كلمة كلمة أقعد أترجمها كل كلمة أنا مش عارفها. بعد كده بقى بعد ما أخلص ترجمة أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ في المذاكرة بشكل حقيقي. فالموضوع ده كان بيضاعف الوقت ليا، لكن بعد خبرة بقى وخلاص خلصت التجربة دي أنا أديك دلوقتي الخلاصة اللي أنت ممكن تمشي بيها عشان ما تكررش نفس الغلطات دي. أول حاجة، انت مش محتاج تترجم كل الكلام، انت محتاج تترجم بس الكلمات اللي انت مش عارفها. لكن اياك تسكيب كلمه انت مش عارفها لمجرد ان انت زهقت من كتر الترجمه، لان الكلمه دي هتتكرر معاك في حاجات تانية. خصوصا ان المحتوى اللي بيكون بالانجلش او الكلمات اللي هتكون غريبه بالانجلش غالبا هتردد عليك مره تانية، لان المحتوى اللي انت بتذاكره من الانجليش ده بيكون مش اوبن مش مفتوح. يعني انت مثلا مش بتذاكر كونفرزيشن محادثات، لا ده انت بتذاكر كلمات تخص اللغه الطبيه، تمام؟ فهتكون بتتكرر معاك كده كده، فما تسيبش اي حاجه. عايز اقول لك الحاجه التانيه، ان الموضوع هياخد معاك بالظبط من شهر لشهر ونص انت قاعد عمال تذاكر. بتضيع وقت كتير جدا في المذاكره بسبب ان انت قاعد بتترجم او الترجمه بتاخد منك وقت كتير. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان بعد الشهر ونص ده الموضوع مش هيبقى كده ابدا، لان انت هتكون اوريدي اتاقلمت واغلب الكلمات بقت في دماغك، فموضوع المذاكره مش هيضيع لك وقت كتير. طيب الحاجه الثالثه، استعين بشات جي بي تي. يعني خد البي دي اف الشات كوبي، مش لازم تبعت الصورة البي دي اف لشات جي بي تي قول له اشرح لي، لا انت خده كوبي كتابة بحيث ان الليميت ما يكونش خلص منك بتاع شات جي بي تي، وابعت له السؤال او ابعت له الكلمات بقى كوبي بيست، وبعد كده خليه يشرح لك الجزء ده، وقول له اشرح لي بطريقة ان انت تكون كاتب لي الكلمات بالانجلش وتحتيها الترجمة بتاعتها وتحتيهم الشرح. هتلاقيه ماشي معاك بالنظام ده. اول حاجة هتبدأ يعني تقارن ترجمة صحيحة بقى بدل ترجمة جوجل ترانسليت اللي أحيانا بتكون مش واضحة ومش مفهومة. الحاجة التانية، الموضوع ده هيوفر عليك وقت في ان انت هتكون بتترجم وبتذاكر في نفس الوقت. الحاجة التالتة بقى اللي هتساعدك فعلا في المذاكرة، ان انت تكون قاعد بتسمع الريكورد وانت بتذاكر. يعني مش هقول لك بقى روح دور على اليوتيوب عشان ما تتوهش، لاني انا عارف ان اغلب الكليات الطبية مش هتلاقي نفس البي دي اف بتاعك على اليوتيوب. للاسف الموضوع ده كان متاح في ثانوية عامة بس. لكن اللي انت ممكن تعمله ان انت ريكورد الدكتور نفسه، سواء انت تسجله او حد من دفعتك يسجله ليك، انت تحاول تسمعه وتمشي مع الدكتور. هتلاحظ ان في حاجات الدكتور اصلا بيعمل لها سكيب، فالحاجات دي انت مخير ان انت تعمل لها سكيب او ان انت تعرفها من باب العلم والشيء. وهتلاقي في حاجات بيركز عليها وبينطقها انجليش زي ما هي، الحاجات دي لا، اتاكد ان انت لازم تركز عليها زي ما هو ركز عليها، واحفظها سواء تحفظها فهما بالعربي او بالانجليش تكون فاهمها برضه. النصيحه اللي بعد كده، انت مش لازم تعرف كل حاجه بالعربي. يعني ايه؟ يعني في كلمات اصلا في اللغه الانجليزيه انت مش هتبقى محتاج تترجمها. يعني لما تيجي تدرس مثلا الاسكابيولا والميتاكاربال والكاربال والحاجات دي، انت مش هتكون محتاج تترجم دول للعربي عشان تعرف معنيهم ايه بالعربي، لا انت ممكن تستخدمهم او تحفظهم بالك زي ما هم في الانجليش. لو انت طالب في صيدله وبدات تدرس الميديسنال بلانتس او الفارماكوجنسي، انت مش هتكون محتاج ان انت تترجم الاوريجين عشان تعرفه هو ايه، لا انت ممكن تحفظ الاوريجين زي ما هو. كتير من الاكتيف كونستيتوينت اللي موجودين جوه الادويه وجوه البلانتس النباتات، انت مش هتكون محتاج تترجم الاكتيف كونستيتوينت دول، لا انت ممكن تحفظهم زي ما هم بالانجلش. البوينت دي اولا هتقوي تفكيرك بالانجلش، هتخليك اصلا لما تفكر في الحاجه تفكر فيها بالانجلش، لما تسمعها تحس ان الانجليش هو المصطلح الثابت بالنسبه ليك. الحاجه التانيه، انت مش هتضطر تشتت نفسك بان انت تروح تترجم الحاجه مخصوص عشان تحفظها. اخر حاجه عايز اقولها لك بقى كدكتور صيدلي، دمتم في رعايه الله.